السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم من أيام النادي الأهلي في الدوري المصري. المباراة اللي بنتابعها مع بعض دلوقتي وهي النادي الأهلي وغزل المحلة. ولكن قبل ما نتكلم عن ماتش الأهلي والمحلة، هو ايه اللي حصل امبارح ده يا جماعه؟ والله بجد ايه اللي حصل امبارح ده؟ انا امبارح طبعا انتوا عارفين ان احنا عامه في رمضان يعني، وكل سنه وانتم طيبين. امبارح كنت معزوم عند والدتي، تمام، وكانت عامله اكل تقيل شويه وبتاع وبط وسمبوسه وبتاع، فانا اكلت من هنا ونمت من هنا، ما صحيتش الا على السحور. ببص لقيت الزمالك اتغلب من المصري 3-2 وكان كسبان 2 باين والمهم يعني اتفرجت على ملخص الماتش. يعني المفروض 3-2 دي مع الرأفة، المصري مضيع اجوان كتير جدا، ويعني مباراة من غرائب وعجائب. وايه الواد الياس الجلاصي ده يا جماعه؟ لا بجد يعني ايه الواد الياس الجلاصي ده؟ الواد ما بيجليش اوفر، وما بيجليش كرة عاليه. ده في كرة مصر كلها واخده بالها ان هو يرجع الكرة للجون، لف وادى ثرو باص للواد الباك الشمال، طلعه خلاص انفراد جوه الجون. انا مش فاهم ايه الواد ده. واد بسم الله ما شاء الله عليه يعني. والزمالك يواصل الترنح في الدوري بعد الخروج من افريقيا. ومرتضى منصور بقى يعني خد شويه قرارات جريئه الصراحه زي اللي بياخدها على طول. قال لك ايه يا باشا، انا هجمد 4 لعيبه لاخر الموسم، تمام، وبعد ما جمد ال4 لعيبه بقى مشي الجهاز المعاون والجهاز المؤقت كله، تمام، الجهاز الفني كله، ومنعهم من الدخول من النادي. واخد بالك؟ والله انا لو مكانه اعمل كده برضه، يعني امنعهم من دخول العالم مش النادي بس، لان بصراحه حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. ولكن يعني بغض النظر عن اللي بيحصل للزمالك، نرجع لماتشنا. يعني هو ماتش ممتع وجميل، ولكن بصراحه ايه الفرص اللي بتضيع دي يا جماعه؟ كهربا وحسين الشحات بيتعازموا قدام الجون، وعبد القادر بيرقص الملعب كله ويحط الكوره بره. انا مش فاهم يا جماعه في ايه يا جماعه. و2-0 للنادي الاهلي. الجونين اللي احنا جبناهم، الواد العش جاب جون في نفسه وضرب الجزاء. طب احنا يعني عايزين جون ملعوب يا جماعه، يعني لسه 4 دقايق اهو، اعملوا اي حاجه، ورونا جون ملعوب كده، لان كل الكور اللي اتلعبت ضاعت. يعني مش فاهم، كهربا بيدي الكره للشحات قدام الجون، هو والجون ما بيجيبش. السوليه بيشوط مدافع، رمضان بره. الواد يعني مروان عطيه كل ما كره تجيله يشوطها مفيش برضه. نفسي تجيب جون يا مروان والله على المجهود اللي انت بتعمله ده كله، بس ما مش سالكه معاك. ولكن النادي الاهلي بيواصل التألق وبيواصل صداره الدوري الممتاز. وفي خبر كمان اللي هو القرعه بتاعه دوري ابطال افريقيا اتعملت. النادي الاهلي هيلاعب الرجاء البيضاوي المغربي. يعني النادي الاهلي وقع في القرعه مع الرجاء البيضاوي المغربي، وده اللي احنا عدينا منه السنه اللي فاتت. احنا ما بنخافش يا باشا، احنا ما بنخافش. نلعب الرجاء، نلعب الوداد، نلعب الترجي، احنا ما بنخافش يا باشا. احنا اصلا كنا قاب قوسين او ادنى من الخروج وصعدنا معجزه. فاللي هو ايه، انا مش واحد صاعد بالعافيه، فانا مش باقي على الدنيا، انا مش باقي على حاجه، واخد بالك؟ فاحنا ما عندناش مشاكل. هي تاو ده، هي يا حبيبي ده، وبيرسي تاو كمان بدا. في يا جماعه فرص ضائعه بالجمله. يعني انا عندي احساس ان مارسيل كولر مش هيديهم مكافاه فوز. يعني يعني هم كسبوا، احنا كسبنا 2-0 وكل حاجه، بس يعني مثلا الماتش ده يخلص 6-0 بالميت. فانا مش فاهم في ايه بصراحه. عندي تعليق بس على الحكم. يعني البنا، انت شفت ضربه الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي؟ يعني شفت البنا وهو بيشرح ضربه الجزاء، هو ما فيش فار، بس انت خدت بالك وهو بيصور يعني وكأنه هو المدافع وبيقول ان ايد المدافع مكبره جسمه، وفي الاعاده وضحت ان ايد المدافع مكبره جسمه. ده الفرق بين حكم وحكم. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. والقندوسي يا راجل، يلا يا شريف، وجول والثالث اهو، جبنا جول ملعوب. كده انا مزاجي يبقى حلو، يعني كده انا مزاجي يبقى حلو، ما يبقاش كسبانين ماتش تمام ببلانتي والفرقه الثانيه جايبه جون في نفسها. يا جماعه مش الاهلي. حلوه محمد شريف حط جون من متابعه لتسديده القندوسي. ولكن شوف بيرسي تاو وشوف الاختراقه والانطلاقه. يا ولد يا بيرسي، حطها للقندوسي اللي بيسدد، ولكن ميهوب كالعاده. والله يا ابني انت جون كويس. يعني ميهوب شال اكتر من انفراد، راجل كويس جدا في الانفرادات، وشال كره من قندوسي، ولكن بترد منه تروح لشريف. خلاص شريف بيحط الهدف الثالث وينهي اللقاء تماما. هو كان منتهي بس ينهي تاني، واخد بالك؟ وبيصفر كابتن محمود البنا معلنا انتهاء اللقاء. وبالثلاثه النادي الاهلي يهزم
المحلة كما هزم الهلال السوداني بالثلاثة، وكما هزم المصري الزمالك بالثلاثة. مش عارفين حكاية الثلاثات دي. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحة على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو.